السلام عليكم، والفيديو جديد وصفة جديدة اللي ما شاء الله غادي نحضر معكم نسمن في الفرن او المخيمرات في الفرن كيجيو رائعين. البنات كيجيو هشاشين صراحة، البنات كيجي مورق والبنات ما نقولش لكم البنات. غادي نحضروا معكم ان شاء الله بواحد الطريقه اللي غادي تعجبكم. غادي نحضر معكم المسمن في الفرن باللبن اللي كيجي زوين بزاف البنات، كيتخرج فيه واحد الريحه ما نقولش لكم البنات. كيجي مورق من الداخل وكيجي ناجح مليون في المئة. كيكون صراحه احسن من الكرواسون. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم، ونتمنى كما العاده تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. شوفوا الطريقه التحضير والمقادير. هنا كنجيبوا واحد الاناء تكون يعني نعجنوه في الماكينه او بيدينا بحال البنات. هنا غنديروا 3 الكيسان ديال الدقيق، الكاس البنات باش عبرت به كلشي. المقادير هو اللي غادي ندير يعني ديال العلبه ولا صغر منه ولا كبر منه، المهم كنديروا نفس الكاس. في المجموع عندي هنا 4 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس والكاس ديال الفينو. المقادير مضبوطين البنات، تبعوا هاد الطريقه هذه راه غادي ينجح معكم ان شاء الله. ما كيجيش معجن وكيجي ممرق من الداخل. هنا غندير 2 معالق ديال السنيده، وغندير نص معلقه ديال الملح على حسب الرغبه، ومعلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، وصاشيه ديال الخميره الحمراء كما تشوفوا، الخميره الحمراء ديال الحلوى. وغندير كاس ديال اللبن اللي كيعطي واحد المذاق ما نقولش لكم البنات، والكاس ديال الماء. وغندير صاشيه ديال الفانيتيت ما درتهاش. وكلشي كنعجنو كلشي بيدينا او بالماكينه، المهم اللي متوفر عندكم البنات. المهم غير هاد العجينه هادي البنات ضروري البنات دلكوها مزيان. هنا خدات ليا يعني كاس ونص ديال الماء وكاس ديال الحليب باش عجنت العجينه ديالي، يعني ما كملتش الكاس كامله البنات كما غتشوفوا معايا. المهم كنعجنوا العجينه مزيان مزيان حتى كتكمل تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. الا كانت بيدينا كذلك كندلكوها مزيان مزيان، عاد كنخليو الزبده حتى الاخر وكندلكو تاني. هنا درت تقريبا واحد 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الزبده اللي ذوبتها. درت انا هنايا الزبده ديال الاكل، الافضل البنات ديروا الزبده ديال الاكل، هي راه كتكون زوينه. الا ما توفرش الزبده ديروا الزيت النباتيه ديال الطياب. صافي كنعجنو مزيان مزيان العجينه ديالنا حتى كتكون رطبه بحال هكا وكتكون طريه بحال هكا. صافي هنا كنحيدوها مباشره البنات، كندهني يدينا بشويه ديال الماء باش تجمع لينا العجينه بحال هكا. العجينه البنات راه كتكون رطبه كتكون ملسه، ضروري البنات تكون العجينه بحال هكا باش المسمن ديالكم ينجح معكم. صافي هنا كنديروا الكويرات هكا، كندير انا 4 5. هنا انا البنات المسمنات كبرتهم ملي كنقرصهم كنقطعهم على جوج، يعني بغيت نسربي عليا المسمن باش ما ياخذليش الوقت. شوفي بحال اش كتجي العجينه. نتوما الا بغيتي ديروهم هكا صغيورين راه غادي كل الكراسه كديروا فيها جوج، يعني غتخرج لكم نتوما 3 ديال الحبات ديال العجين. هنا عندي الزبده ديال التوراق اللي درتها دابت شويه، درت ليها شويه ديال الملح البنات باش تكون فيها ديك الملوحيه شويه، يعني غير شويه ديال الملح. وصافي هنا كندير 3 المعالق ديال الدقيق، وكندير 2 معالق ديال الزيت، والساشيه ديال الخميره ديال الحلوى. صافي كنخلطو مزيان مزيان كما غتشوفوا معايا كيكون الخليط بحال هكا. راه غير البنات بارد الحال، داكشي علاش دغيا دغيا بردات الزبده ديالنا. صافي هنا كنقرصوا العجينه ديالنا. انا هنا مشات ليا التصوير فاش قرصت الاولى، المهم غادي نوري لكم الطريقه. هنا كنقرصوا مزيان وكندهنوا بشويه ديال الزيت. العجينه البنات راه دغيا كتطلق، كنخليوها زعما حتى كتطلق حيت فيها الخميره. صافي كنعجنوها كنفتحوها مزيان حتى كنشوف سطح العمل، يعني ضروري تكون رقيقه باش العجينه ديالنا تجي مرقه من الداخل بحال هاد الطريقه هادي كما اللي كتشوفوا معايا. كما قلت لكم البنات راه كبرت انايا هادو، كنفرقهم كنديرهم على جوج. تقدروا نتوما الا غتغلبكم هكا العجينه ديروهم صغار. هنا الطريقه هذه الصراحه سرباتني. كندير الخدمه اللي غندير واحد المره كندير يعني الا غندير 2 مرات كنديرها واحد المره. صافي كنجبدوا داك الخليط كندهنوا مزيان العجينه ديالنا، ما كنخليو القنت ما دهناه بحال هكا. انا هنا البنات درت دقيق، تقدروا ديروا الفينو، انا هنا درت غير الدقيق. صراحه حتى هاد الخلطه هذه راه كتجي زوينه بزاف، كتخلي العجينه كتكون مرقه من الداخل. صافي هنا كنجمعوها بحال هكا، نحاولوا ما نزيروش عليها. هادو درتهم كنديرهم في الطاوه. وفي هاد المرحله البنات راه كنشعلوا الفران مباشره حيت المسمن ديالنا ما كنخليوش حتى يخمر، يعني كنطيبوه مباشره بالفران يكون سخون مزيان مزيان. صافي هنا كنلويهم بهاد الطريقه هادي عادي بحال هكا، بحال الا بغينا نديرو الملوي. وكنحاولوا نجبدوهم بهاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا. صافي كنقطعوهم من النص كما قلت لكم بحال هكا.
راه الا قدرتوهم هكا صغيورين غيجيكم بحال هكا. صافي هنا كنشدوهم هكا، كنشد العجينه هكا من الوسط وكنبقاو ندورها هكا بحال الا بغيت ن... هذا نضفرها، كتجي الشكل ديالهم بحال الورده. صافي كنجي خلي ديك الثقبه الوسط، راه ملي كتدخل الفران البنات راه كتسد. صافي كيكون الشكل ديالها بحال شكل ورده بحال هكا، وكنحطها مباشره في الطاوه. انا الطاوه درت ليها غير شويه ديال الزيت وكنستف فيها. الا عندكم ورق هكا ديال الفران ديروه، الورق اللي كيدخل الفران ديروه، صراحه ما كيلصقوش البنات حيت فيهم الزبده. صافي كنعاودو نفس الطريقه بحال هكا، كنحاولوا نزير هذيك الاخرى اللي كتكونوا الاخرين، كنحاولوا نزيروهم هكا من التحت باش ما يتفتحوش لينا ملي يدخلوا الفرن. بحال هكا اللي كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالهم بحال هاد الطريقه هذه. صافي كنعاودوا نفس الطريقه حتى كنكملوا كامل الكميه ديالنا، وكنجيبوا الصفر ديال البيض وكندير ليه شويه ديال الخل، كندهنهم هكا اللي كتشوفوا معايا باش يجيو مقرمشين. صراحه البنات هذا المسمن هذا راه كيجي مورق وبنفس الوقت كيجي مقرمش ورطب من الداخل. صراحه البنات غير جربوه راه كيجي زوين بزاف. هنايا درت ليه شويه ديال اللوز ايفيلي او اللوز هكاك مهرمش او كوكو مهرمش اللي متوفر عندكم، ولا تقدروا ديروا دهنوا غير بالبيض وتدخلوا للفران حتى كيتحمر، ومن بعد كتخرجوا كدهنوا بالعسل او بالناباج الا متوفر عندكم، او الكوفيتير ديال المشمش. انا خليته هكا بغيت يجي مقرمش، صراحه كتكون عزيزه عندي شي حاجه هكا تكون مقرمشه. ما دهنتو ما حتى حاجه، يعني من الفرن ديريكت صافي وحطيناه راه كيجي رائع وكيجي مقرمش. صافي هنا كنهز هكا النص ديال الكركاعه كنديرها هكا من الوسط باش كتعطي المنظر زوين. صراحه البنات كتجي واحد الشكيله ديال الورده الصراحه زوينه. صافي كندخل الفرن على 180 درجه، كنخليه تقريبا واحد 25 دقيقه هكا حتى كيتحمر وكنخرجوه. هذه هي النتيجه البنات، راه كيجي زوين بزاف وكيجي مورق من الداخل وكيجي اللون ديالو ذهبي بحال هكا. البنات راه ما تشبعوش منه، شوفوا تبارك الله بحالاش كيجي. انايا صراحه ما بيا ديك التسجيل ديال القرمشه زعما راه باينه مقرمش من برا، غير بيا البنات الدراري هكا كاينين حدايا وحيدت الصوت للفيديو باش ندير ليه المونتاج. بغيت نخليه ولكن الدراري كيهضروا هكا حدايا وحيدت الصوت. صراحه البنات راه كيجي مقرمش وكيجي رائع. البنات جربوه وردوا عليا، شوفوا بحالاش كيجي مرق من الداخل وتقرمشه. ما نقولش لكم البنات راه الا درتو ليه هكا الزبده او عفوا الا درتو ليه هكا الكوفيتير او الناباج هكا من الفوق كيعطي غير اللون، الصراحه كيعطي اللون زوين، ولكن القرمشه ما كتبقاش ملي كيتعطل كاع شويه كيبرد شويه ديك القرمشه ما تبقاش. وهاد القرمشه البنات راه بطات فيه، تقدروا تخليه نهار كامل حتى العشيه هكا وتسخنوه وتحطوه، راه كتعطي فيه واحد القرمشه زوينه بزاف. وشوفوا تبارك الله بحالاش كيجي الشكل ديالو محمر من الفوق ومن التحت، وهذا هو الشكل ديالو كيجي مقرمش. البنات جربوه وردوا عليا، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.